طبعا قبل لا أدخل بتفاصيل فلوج منزلي خفيف لطيف، بداية الفيديو أريد أشرح سبب اختفائي هالفترة. طبعا أني انتقلت من مدينة زايد اللي كنت أشتغل بيها، وأصور لكم مقاطع وأني بالدوام أحكي عن أشياء صيدلانية وطبية. هاي الصيدلية تركتها، يعني استقلت وانتقلت إلى صيدلية في مدينة أبو ظبي. فحاليا الفترة الماضية كنت توني بادية دوام، انتقلت. طبعا هاي شنطتي وأشيائي، وقاعدة أراويكم الدليل أنه أني عفت مكاني وجيت. حاليا موجودة ببيت العمة، طبعا عايشة عندها لفترة مؤقتة لين ما ألاقي لي بيت قريب من دوامي، لأنه ما أحب أروح مسافة طويلة لين الدوام. يعني المسافة من هنا لين الدوام تقريبا ربع ساعة. أنا ما أحب، أنا أحب حدي بالسيارة 5 دقايق للدوام. سالفة إنه ربع ساعة كل يوم هذا لا، ما أحب. فهاي الفترة الماضية كلها كنت قاعدة أنتقل، كنت بادية دوام جديد، الوضع ملخبط، حالتي لله. المهم حبيت بس أشرح لكم سبب الاختفاء. كلش مشتاقة لكم. هاي قلب الكل اللي قاعدين يتابعون الفلوج. طبعا شنو أريد أقول لكم؟ المهم خليكم وياي، بعدين إذا ذكرت ححكي لكم. يلا ونبدأ الفلوج بالطريقة التقليدية. طبعا هاي دليل أنه أنا ترى قاعدة أنتقل، وأن جنطتي يمي وعفشي يمي، فقاعدة أراويكم الدليل. طبعا كان يوم الأوف مالتي هذا، إحنا كصيادلة عندنا يوم أوف واحد بالأسبوع، ما عندنا ويكند يومين، لا يوم واحد إجازة فقط. فهذا اليوم يا أطلع بيه يا أقعد أروق بالبيت وأرتاح وهيك، يعني أسوي سكين كير ومزاج وحالتي لله. المهم إنه قعدت مروقة، مسحت، وهنا قاعد أراويكم القاع شلون تلمع لأني كنستها ومسحتها. تعرفون تعزيلة، مو تعزيلة يعني هي، بس اللي هو يوم أوف فأريد أنجز شي بالبيت. طبعا هذا حوش بيت العمة. طبعا أموت على الحوش لأنه هيك الشجر ونخل وأشياء. طبعا هاي سبحة عمتي شفتها وحسيت، تعرفون أشياء الكبار هذه، السبحة، النظارة، المدري شنو، كلش أحس بشعور جميل لما أشوفهم. الله يطول بعمرها يا رب ويخليها لي إن شاء الله. وهناك كنا قاعدين نجهز الطرشي، ما أدري أنتو شنو تسموه، طرشي عراقي. وهنا كانت مسويت لنا بخاري ولا غلطة. ورا الغدا قمنا حلينا بهالكيكة اللي فوق اللذيذة. أنا من النوع اللي ما أحب الكيك، بس الصراحة طعمها خطير. المهم بعدها ردت أخذ شاور وأسوي شوية سكين كير. المهم أن حطيت على شعري من هذا زيت جوز الهند، ويا فيتامين إي داخله في تركيبته، موجودة الفيتامين إي. وطبعا سويت السكراب مالتي بالبابايا. حطيت السكراب، هذا هو شكله. حطيت السكراب وبعدين ضفت له عدد من الزيوت، عمود يرطب الجسم. بنات دايما ويا السكراب حطوا زيوت ترطيبية، زيوت باردة، زيت جوز الهند، زيت الأفوكادو عادي، زيت اللوز الحلو، هذا كله راح يرطب جسمكم بطريقة تجنن. يعني بعد ما تخلصون من تنظيف الجسم، تليفون مثلا، بعدها تسوون السكراب، تجيبون السكراب وتضيفون عليها الزيوت اللي تحبوها. جوز الهند مثل ما قلت لكم، لوز، أنا هسه ضفت جوجوبا وضفت لوز هم وياه. فهاي الطريقة بعدها تحسون بعد الحمام جسمكم مرطب صح، الترطيب يكون جدا عالي. المهم يا بنات، كان الصراحة يوم روقت بي صدق، لأنه كان هيك يوم عائلي قاعدين بالبيت. هنا هذا قاعدة أرويكم الشامبو اللي المفروض راح ينبت لي شعري، فأني هواي قاعدة أعاني ويا شعري هالفترة. بعدين راح أقول لكم ليش. المهم أن هاي الأشياء هم استخدمتها. الحجر طبعا لازم من جوا الرجل، أهم شي قاعدة أمثل لكم شلون. والكريم كاب اللي ما استغنى عنه، هم عادي يضيفونها الكريم كاب ويا السكراب اللي تستخدموه.
أوكي. وطبعا ليفة السكرابنج، طبعا بعد ما أخذت الشاور شفت الهواء يتجنن، فطلعت أتأمل السماء، وطبعا كان أكو هيجي شوية نجوم ولا غلطة كان الجو. المهم فتحت النوت هذا اللي مرة وصلني هدية، فتحته حتى أبدأ أستخدمه يعني to do list، شنو أريد أنجز، لازم أنجز. الصراحة تعبت وأني أحاول أتأقلم ويا كل فترة يتغير فيها شيء بحياتي، يعني كل فترة أغير دوام، أغير مكان سكن، أسوي شيء، لازم أخذ فترة أتأقلم، أستوعب أني أني ترى تغير وضعي. المهم أن فقرة القرآن أو فقرة لما أبدأ الحفظ أو لما أبدأ أراجع قرآن أو أي شيء يخص هذا الكتاب، يا جماعة هالشي من أكثر الأشياء اللي ينعش روحي، يخليني مستقرة عقليا ونفسيا وكل شي بالحياة. فلا تقطعون قرآنكم، والله العظيم هالشي الوحيد اللي تحسونه قاعد ينعش روحكم من داخل. فهنا كنت قاعدة أقرأ تفاسير الآيات، التفسير الميسر طبعا، ما أدخل بعمق يعني وقت الحفظ إلا إذا كانت في آيات أبدا ما فهمتها، ممكن أدخل بعمق فيها حتى أستوعب معنى الآية، حتى يسهل موضوع الحفظ. وطبعا موضوع فهم الآيات يسهل الحفظ بشكل رهيب وكبير، بشكل مو طبيعي. المهم طبعا بنات جد والله قريت كتاب، هو مش قريته أنا، بعدني قاعدة أقرأ فيه، اسمه فاتتني صلاة. هالكتاب يقول عدد من القصص والمواقف اللي خلت ناس تحافظ على الصلاة وقل ما فاتتهم صلاة. وكان الكتاب بدايته يتساءل ويستفسر عن ليش الكثير من الناس يستسهلون في موضوع تضييع الصلاة وإن يفوتهم صلاة وكذا، والموضوع عادي وعايشين حياتهم، بينما الكثير بعد مستحيل تفوتهم صلاة أو قل ما تفوتهم صلاة وجدا مهتمين في موضوع الصلاة. فليش في هالفئتين موجودات والفرق بينهم شاسع؟ ليش اللي ملتزمين واللي مش ملتزمين في الصلاة؟ المهم فكان يقول عن أهم صفة أو الصفة المعجزة بالإنسان المحافظ على الصلاة، اللي هي السلف ديسيبلينت، اللي هي ضبط النفس، أنك تضبط نفسك تسوي شيء معين. هذا هو الكتاب طبعا. فشنو معناته أنك تسوي الفعل اللي لازم تسويه بالوقت المحدد له، سواء أنت حبيت أنك تسويه أو ما حبيت. هذا هو السلف ديسيبلين. يعني أنت حاليا مزاجك يقول لك لا تقوم تطلع، بس أنت لازم تطلع لأنك لازم تخلص شيء معين، أنت لازم تسوي الشيء سواء أنت حاب تسويه أو مو حاب. يعني واحدة من الأشياء اللي هي الالتزام يجي من سالفة ضبط النفس، أنك تضبط نفسك بهالوقت المحدد، أنا لازم أقوم أسوي هالشيء. فيقول لك هذه أهم صفة تكون فيك عشان تلتزم في موضوع الصلاة. يعني مكتوب هنا راح أقرأ لكم يعني اقتباسات من الكتاب. ضبط النفس هو الصفة المعجزة، ضبط النفس هو الصفة الأساسية للحفاظ على الصلاة. ربما ظننت أني سأملي عليك حلا سحريا أو طريقا مختصرا سلكه هؤلاء الناجحون أو أولئك المصلون. لا يوجد نجاح بدون ضبط النفس. ضبط النفس ساعد هؤلاء الناجحين أن يحققوا معظم أهدافهم، وساعد المصلين أن لا تفوتهم صلاة أيا كانت الظروف. فأنت تتحكم في ظروفك، مش الظروف هي اللي تتحكم فيك عشان تلتزم في موضوع الصلاة. ضبط النفس سيجعل منك شخصا مختلفا، سيرتب لك حياتك، سيجلب لك السعادة لأنه يتوافق مع الفطرة. ضبط النفس هو أن تقوم بما عليك فعله في الوقت المحدد له سواء أحببت أو لا. فهذا كان البارت اللي قريناه من هالكتاب اليوم. إن شاء الله باكر نكمل بارت ثاني. هذا هو الكتاب. الصراحة بنات الكتاب جدا قوي وحلو وجميل ورائع، أنصحكم فيه
الكاتب إسلام جمال. طبعا عنده كثير كتب، أكيد تعرفون هالكاتب الرائع. المهم يا حبايب قلبي، بدينا فقرة السكين كير. طبعا بالليل بعد ما أغسل وجهي وأرطبه أستخدم مجموعة النظارة هذه. هذا كريم الليل، أخذ منه أحط بيدي هيك شوية، كمية تكفي وجهي، أوكي. وأضيف لها نقطتين أو نقطة من الفيتامين سي سيرم مالهم. المهم يا بنات تضيفون الفيتامين سي، هذا الفيتامين سي سيرم مالهم، تضيفون مثل ما قلت لكم نقطة إلى نقطتين، تحطونه وتخلطونهم مع بعض وتوزعونهم على بشرة نظيفة. طبعا أنا غسلت وجهي، أول شي بالبداية كنت غاسلته وقشرت، حطيت المقشر تحطوه لي ربع ساعة نص ساعة، هو المفروض ليلة كاملة بس أنا بشرتي ما تتحمل، وبعدها نص ساعة والنتيجة روعة، يشيل الرؤوس السوداء ويضيق المسام بطريقة رهيبة. المهم تخلطونها بالطريقة بنات. بعد ما أني غسلت وجهي وسويت التقشير هذا، وبعدين سويت هالحركة كريم الليل ويا السيرم. هذا هو المقشر بنات الفظيع اللي لازم تحطونه ليلة كاملة، بس أنا ما حطيته، وهذا مرطب الجسم. طبعا أريد أرويكم ترطيبة. المهم يا بنات إن هالشركة جد مظلومة إعلاميا، جد أنا ما أسمع عنها إعلانات، ما أشوف الناس تستخدمها بكثرة. يعني أنا لما عرفت هالشركة ندمت أني كيف ما كنت أعرفها قبل. شركة فظيعة، هي علاجية طبية ليست تجميلية. كثير من الشركات مع الأسف اللي موجودة حاليا في السوق عبارة عن شركات تجميلية ما تعالج المشاكل فعليا، مشاكل البشرة. المهم اعتمدوها وبس. والله يا حبايب قلبي جهزت عباية الدوام ورحت أنطلق إلى النوم.